رئيسة البنك الدولي بتزور مصر مع توقعات وشيكة بتعويم الجنيه، والحكومة المصرية بتنفي فورا أي تعويم. فإيه يا ترى هي أسباب زيارة رئيسة البنك الدولي لمصر؟ وإيه هي أخبار المفاوضات الأخيرة بين مصر والصندوق؟ ومصر هتكمل مع الصندوق ولا هتسيبه؟ وإيه هي الشروط اللي مصر مستعدة تنفذها عشان تاخد باقي القرض؟ وأهم سؤال بقى، هل هيكون في تعويم جديد فعلا ولا لا؟ أنا محمد البحراوي، وتعال نشوف الرابط. يوم 24 أكتوبر أعلن بلومبرج على لسان رئيسة البنك الدولي إنها هتيجي بنفسها تزور مصر في شهر نوفمبر الجاي. توقيت الزيارة جاي بالظبط في ميعاد مراجعة صندوق النقد في أول الشهر، وخصوصا بعد ما البنك قرر إن هو يأجل آخر مراجعتين لعدم الالتزام بالشروط. رئيسة البنك قالت إنها مستعدة إنها تعدل الشروط، لكنها قالت تصريح مهم جدا: مصر لازم تنفذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، وما ينفعش نتظاهر بان الاصلاحات دي ممكن نتخلى عنها. طبعا رئيسة البنك كان عندها تصريح قبله في 5 اكتوبر على طول، قالت فيه ان الجنيه المصري لازم يتعوم مره تانية وتقل قيمته، وقالت ان مصر بتستنزف احتياطاتها الثمينه من الدولار عشان تنقذ الجنيه، وكل ما الخطوه دي اتاخرت كل ما كان الموضوع اسوء، وده بحسب بلومبرج. طبعا الكلام ده عمل تخوف كبير جدا من تعويم جديد وشيك بعد مراجعه صندوق النقد المصري، لكن خرج تصريح للحكومه المصريه نفت فيه تماما اي تعويم جاي، وقالت ان دي تصريحات قديمه. طيب هو ايه الموضوع بقى، وايه سبب زياره رئيسه بنك النقد لمصر دلوقتي وفي الوقت ده؟ وهل مصر عايزه تلغي القرض ولا لا؟ الحقيقي هو ان لا، والدليل على كده تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، واللي طلع في الفتره الاخيره وقال فيها ان سبب التوترات اللي بتحصل حوالينا اليومين دولت احنا عايزين نأجل تنفيذ بعض الإصلاحات اللي طالبها صندوق النقد. ولو عايز تعرف يقصد ايه بالتوترات الخارجية، فهو يقصد بشكل مباشر الحرب الأخيرة في غزة، واللي أثرت على الاقتصاد المصري وقللت دخل قناة السويس ب 70% أو بقيمة 6 مليار دولار زي ما طلع الرئيس وقال في تصريح سابق. بس على فكرة ده مش السبب الوحيد اللي مخلي مصر مش قادرة إنها تنفذ شروط البنك الدولي. بالتوازي مع تراجع دخل قناة السويس، مصر عليها التزامات دولارية بقيمة 33 مليار دولار السنة دي بس، وهتسدد منهم 15 مليار دولار في النص الثاني من السنة، وده بحسب بيانات المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي. زائد معلومة تانية مهمة جدا لازم تاخد بالك منها: لو اتوافق على الشريحة الجديدة من صندوق النقد، مصر هتكون استلمت من صندوق النقد 3 مليار في سنة 2024، لكنها ملزمة إنها تسدد ليه 4.5 مليار في نفس السنة، وده بحسب بيانات الصندوق. كمان مصر لسه ما نفذتش طلب الصندوق بفرض ضريبة القيمة المضافة على 19 سلعة معافاة من الضرائب، وكان متوقع ان ده يحقق زيادة في الدخل الإجمالي بنسبة 1%، لكن ده لسه ما اتحققش والحكومة بتطالب بتأجيله. وبكده ممكن مصر تتفاوض في الزيارة دي على كذا حاجة، أولهم زيادة حجم القرض كمان مرة من 8 مليار ل 12 مليار مثلا، وكمان تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات اللي بتعتبرها الحكومة قاسية جدا، زي مثلا تأجيل رفع الدعم الكامل عن المنتجات البترولية سنة إضافية. لكن الحقيقي هو إن في تعديلات تانية مصر مستعدة إنها تنفذها وجاهزة ليها على طول. رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلاتكوفا هولر دعت الحكومة المصرية في يوليو اللي فات إنهم بالبلدي كده يشدوا حيلهم شوية في ملفات الإصلاحات الاقتصادية، وقالت ساعتها حاجتين في غاية الأهمية: الأول إنها دعت لتحرير سعر الصرف، وده اتكلمنا عنه قبل كده. تاني حاجة دعت لرفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعارها. طيب ما الكلام ده احنا عملناه يا جماعة، ورفعنا أسعار المواد البترولية للمرة الثالثة من 7% ل 17%، مش ده المطلوب برضه؟ قال لك المطلوب هو رفع الدعم بالكامل وزيادة أسعار الطاقة عشان توصل لنقطة التعادل مع تكلفتها. طيب هم طالبين ده على 10 سنين مثلا؟ قال لك لا، هم طالبين ده في ديسمبر 2025، وده اللي شافه الدكتور محمد أنيس عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والتشريع انه هيكون ليه تبعات اجتماعيه خطيره، لان الكلام ده هيأثر بشكل سلبي على القدره الشرائيه للمواطن، زائد كمان انه هيؤدي لزياده معدلات التضخم فوق طاقه. طيب كده مصر مش موافقه على رفع الدعم الكامل للوقود؟ لا، موافقه عادي. انما فين بقى المشكله؟ المشكله او الاعتراض هنا هو على المده اللي هيتم فيها الكلام ده. يعني بحسب مسؤول حكومي اتكلم مع بلومبرج الشرق، فالتفاوض هنا هيتم على مد الاجل، انما كده كده الدعم هيترفع. تاني حاجه او تاني نقطه مهمه جدا طلبها صندوق النقد من مصر
وشايفها انها ضروريه جدا هي تسريع عمليه بيع الاصول. طيب هل ده ما بيحصلش؟ لا بيحصل، بس نفس المشكله اللي فاتت برضه. خلي بالك ان الصندوق شايف ان دي اجراءات لا غنى عنها، وفي اغسطس اللي فات طلب صندوق النقد من مصر انها تبذل مجهود اكبر وتسرع برنامج الطروحات الحكوميه، وبالتالي فالتفاوض هنا هيكون على الجدول الزمني برضه مش على عدم التنفيذ. وبالتالي فالتعديل المحتمل هو مد الجدول الزمني للإصلاحات عشان تتم في أكتوبر 2026، واللي هو نهاية البرنامج المتفق عليه. طيب هل في تعديلات أخرى محتملة؟ زي ما قلت لك ممكن مصر تطلب انها تزود القرض واللي هو 8 مليار دولار بحسب كلام المحلل الاقتصادي محمد انيس، وده لان مصر خسرت بس بسبب الاوضاع السياسيه من 6 ل 7 مليار دولار من ايرادات قناه السويس، والقرض كله اصلا 8 مليار دولار، وبالتالي فالتعديل ده وارد جدا. وعاوزك تخلي بالك ان تنفيذ البرنامج ده بالوتيره السريعه دي ممكن يسبب مشاكل تمس السلم الداخلي، وده اللي قاله الدوله فعلا في كتابه 4 شهور في قفص الحكومه. بيقول حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الاسبق ان مشكله تعامل صندوق النقد الدولي مع الدول الناميه هو انه بيسعى لتحقيق التوازن النقدي للدوله من غير ما يراعي النتائج الاجتماعيه لسياسته، وعشان كده في اغلب الدول اللي بتمشي بالنصايح دي بتشهد انتفاضات شعبيه معارضه. ولكن كل ده في كفه واللي جاي كله في كفه ثانيه، وهو التحول من الدعم العيني للدعم النقدي. يعني انت دلوقتي هترفع الدعم بشكل كامل، فايه البديل هنا؟ بدل ما الدعم ينزل على السلعه انت هتاخده فلوس. في 30 سبتمبر اللي فات نشرت وكاله رويترز ان في مناقشه جديه في مصر لتحويل الدعم في البلاد للدعم النقدي، وده بدل من تقديم المنتجات الغذائيه باسعار مخفضه. والموضوع ده هتلاقي ليه مؤيدين ومعارضين، وخلينا هنا انقل لك وجهتين النظر. بحسب محللين اقتصاديين اتكلمت معاهم صحيفه الشرق الاوسط، فالمنظومه النقديه هتحقق مكاسب على مستوى الحمايه الاجتماعيه. اهم المكاسب دي هو ضمان وصول الدعم للي يستحقه، وكمان بالطريقه دي تقدر تواجه الهدر في السلع المدعمه. فاحنا بنتكلم عن 63 مليون مواطن بيستفيد من منظومه الدعم التمويني في مصر، و71 مليون مواطن بيحصل على دعم منظومه العيش، وده بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري. والدوله شايفه ان طبعا مش كل دول يستحقوا، بل في ناس اصلا تستحق وما بيوصلهاش الدعم. طيب جميل، في ناس بقى بتعارض الكلام ده لان الفلوس اللي انت هتاخدها دي التضخم هياكلها، ومع الوقت مش هتجيب لك اي حاجه. بعد ما كانت بتوفر لك دعم على الزيت والسكر والرز والعيش في التموين، دلوقتي هتاخد فلوس النهارده تجيب لك زيت وسكر بس، وبكره تجيب لك سكر بس، وبعده ما تجيب لكش اي حاجه تاني. وبالتالي فالحكومه المصريه قصادها خيارات اقتصاديه وقرارات في غايه الصعوبه. ومع استمرار الحروب في الشرق الاوسط وتصاعدها الدنيا بتزيد صعوبه اكتر واكتر، والساعات الجايه هتكون حاسمه للاقتصاد المصري. فهل هتنجح الحكومه في التحدي ده؟ شاركونا برايكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك، وكالعاده شيروا الرابط.